نيك مارشال يحب النسوان بس بطريقته الخاصة. من هو صغير تربى ورا الكواليس بغرفة تبديل الملابس، لأن أمه كانت راقصة استعراضية، فكان دائما محاط بالنسوان. بالنسبة لأمه ماكو شيء أهم من ابنها، وصار من هو طفل تميمة الحظ مال الراقصات. من ذاك الوقت نيك تعود على اهتمام النسوان، وصار رجال نسونجي بامتياز، ومقتنع انه هو يعرف كل شيء عنهم. الخدامة مالته تصيح له بيبي، تصيح له وهي تجمع الملابس الوسخة مالته، القلاصات، بقايا الأكل وملابس النسوان، وتحطهم بالغسالة. نيك أصلا ما يروح للشغل قبل الساعة 10 وهو مدير إعلانات وشاطر بشغله، واليوم المفروض يكون أهم يوم بحياته. يوصل للشغل وزميلته والسكرتيرة مالته يباركوا مقدما على الترقية اللي يستاهله. يدخل على مكتب رئيسه وهو متحمس ويحتفل، بس بدل الترقية تجي صدمة. السوق صارت تسيطر عليه النساء، ومنصب المدير الإبداعي راح ينطوله مريه وحدة جديدة اسمها دارسي، جايبينها من شركة ثانية وكل شاطرة. طبعا نيك ما عجبته السالفة، بس ما بيده شيء غير انه ينتظر فرصة ويثبت نفسه وياخذ مكانها. بعد هذا يروح لزوج طليقته، وهناك صدمة ثانية. بنته أليكس عمرها 16 سنة، راح تسكن وياه لأن أمها رايحة شهر عسل، وعلاقتهم أصلا مو زينة، ولا واحد منهم مرتاح لهالوضع. يرجع للشغل ودارسي تقدم نفسها للفريق. من أول لحظة تستلم القيادة وتوزع عليهم علب بها منتجات نسائية، من طلاء أظافر وجواريب وغيرها. كل واحد لازم يطلع فكرة تسويقية لثاني يوم. نيك اللي كان يعتقد انه هو فاهم النسوان كلش، راح يكتشف انه ما يعرف شيء عنهم. يرجع للبيت يشرب ويسكر، يشغل موسيقى، يحاول يفهم المنتجات بس ما ينجح. يعصب ويفتش بحقيبة بنته ويلقى سي دي اغاني مال بنات مراهقات. يشرب هواي ويقرر يجرب بنفسه. يحط لاصق تنظيف على خشمه، يحط موس بشعره، ماسكارا، طلاء اظافر، وبعدين حتى يشيل شعر رجله بالشمع. الألم كان كلش قوي بس تحمله، وبالنهاية لبس جواريب نسائية. وهو جاي يحاول يجرب حمالة الصدر، تدخل أليكس وهي صديقها، وتصير مشادة بيناتهم. تتهمه انه هو ما يهتم الا بنفسه وحتى ما يعرف اسم صديقها. نيك يحاول يثبت العكس ويتذكر الاسم، بس يتزحلق ويوقع بالبانيو المليان مي، ويوقع وياه الشسوار الكهربائي، ينتل لحد ما يفقد الوعي. الصبح تصيح له الخدامة وهي عصبية، بس هو بالحقيقة يسمع أفكارها. هي تقول له انه انا ما حكيت شيء، يطلب منها فطور، وهي بعقلها تقول له انه هو مو جوعان. ينصدم، يطلع بالشارع ويسمع افكار النساء حوله. يكتشف الحقيقة المرعبة، صار يسمع افكار النسوان. بالشغل الأصوات بعقله تصير مثل إعصار، كل النسوان يفكرون بيه بشكل سلبي. صورته كالرجال جذاب تنهار. حتى يلاحظ واحدة اسمها أروين تعيسة، وتحس نفسها غير مرئية، وتفكر بأشياء خطرة. يحاول يحكي ويا مورغان بس ما يصدقه. يدخل اجتماع ويا دارس ويطرح فكرة إعلان سخيف، بس قبل ما يحجون يسمع انتقاداتهم بعقولهم، ويحاول ينتقد نفسه ويضيف فكرة سرقها من واحدة ثانية. دارسي تعجبها الفكرة شوية بس مو هواية، هو يعرف انه هو فاشل. الأصوات براسه تخليه ينهار، ما يقدر يركز ولا يرتاح. يرجع البيت بعدين يحاول يعيد التجربة حتى يتخلص من القدرات. يطلع للبلكونة وهي الشسوار والدنيا عاصفة، يضرب البرق ويوقع يفقد الوعي. يقعد الصبح يحاول يتأكد إذا راحت القدرة، بس ماكو نسوان. يروح للسوبر ماركت وهناك ترجع الأصوات. يروح لمعالجة نفسية قديمة، يثبت لها انه يسمع افكار النسوان. هي تقول له انه هاي مو لعنة، هاي قوة خارقة، واقتنع يستخدمها لمصلحته. وفعلا يبدي يستغلها. ينجح ويا نادلة اسمها لولا، كان معجب بيها من زمان ويصير يعرف شلون يحكي وياها بالضبط. بالشغل كل النسوان يبدون ينعجبون بيه. بعدين يركز على دارسي، يريد يوقعها وياخذ مكانها. يعرف من افكارها انه شركة نايك تدور على وكالة اعلانات، ويحاول يستغل الفرصة، يشتغل وياها، يسبقها بأفكارها، وهي تنبهر بيه. بنفس الوقت علاقته ويا بنته تتحسن، ويوديها تشتري فستان حفلة. موعده ويا الأولى يواجه مشكلة، يسمع كل أفكارها، ما يقدر يركز، بس يتأقلم يخلي الموعد ناجح تقريبا. بمر الوقت يبدي يحب دارسي فعلا، يحترمها ويشتغل وياها بإخلاص، وأفكارهم تنجح سوية. علاقته ويا أليكس تتحسن، بس يسمع إنه هي ناوية تنام ويا صديقها بعد الحفلة. يحاول ينصحها بس ترفض. يقعد ويضوج ويتصل بدارسي، يطلعون سوا وتحكي له عن طلاقها، وتنتهي الليلة ببوسة. يرجع للبيت ويلاقي لولا تنتظره زعلانة لأن ما اتصل بيها، وبالنهاية تقتنع أنه هو جاي، وهو يوافق حتى يخلص منه. بالشغل يعرف أنه أروين كانت تحلم تصير كاتبة، هو بنفسه رفضها سابقا، فيقرر يساعدها. يجي عرض نايك وينجح نجاح كبير، بس المدير يفاجئه ويطرد دارسي رغم أنه هي السبب. نيك يحاول يصلح الوضع بس يكتشف انه ارمن اختفى. يخاف ويروح يدور عليها، وبطريقته ضربه برق مره ثانيه، ويحس انه اكو شيء تغير. يوصل البيت هي يلقاها بخير، ويكتشف انه قدراته اختفت، وفوق هذا يوظفها وينطيها فرصه اخيره. بعدين يروح البنت بالحفله لان هي منهاره بعد ما تركها صديقه، ويواسيها ويرجعها للبيت. وبالليل يروح لدارسي ويعترف بكل شيء، انه كان يستغلها وسرق افكارها، وانه هو يحبها. دارسي تشوف صدقه وتسامحه، وتنتهي القصه. لهنا وصلنا معكم نهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. انتظرونا فيديو جديد، قصة جديدة. تحياتي.